السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طريقة رائعة تمسح ذنوب اليوم كله في دقيقتين. نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم، حد فينا يقدر يعد الذنوب اللي عنده قد إيه؟ قل لي والله ما نقدر، من كتر الذنوب اللي نعرفها واللي ما نعرفهاش، لأن في ذنوب بالجوارح يمكن نقدر نعدها سنة يعني، إنما هناك ذنوب بالقلب إحنا ما ناخدش بالنا منها، من كبر وحقد وحسد وعجب وسوء ظن عياذا بالله، كل دي ذنوب قلبية فاحنا ما بناخدش بالنا منها، فعشان كده ما نقدرش نعد الذنوب اللي عندنا قد ايه. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى سأخبر حضراتكم بطريقة رائعة جدا وسهلة جدا وميسورة لكل أحد نقدر من خلالها نمسح ذنوب اليوم كله في دقيقتين فقط بفضل الله سبحانه وتعالى. كيف ذلك؟ هدية من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وما أكثر هدايا النبي صلى الله عليه وسلم، كل كلامه هدايا ورب الكعبة، جزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. يعني لو الواحد قال في أذكار الصباح سبحان الله وبحمده 100 مرة تتغفر ذنوبنا ولو كانت مثل زبد البحر. زبد البحر قلت لحضراتكم عليه كتير قبل كده، إن الواحد لو واقف على شاطئ البحر جات الموجة عالية وهي راجعة بتعمل رغاوي بالمليارات، الرغاوي البيضة دي هي دي زبد البحر. حد يقدر يعد رغاوي البحر دي او زبد البحر ده؟ ما يقدرش، لانها فعلا بالمليارات، اعداد كبيره جدا. فتتغفر ذنوبنا ولو كانت مثل زبد البحر. وزبد البحر متجدد، يعني موجه جايه وترجع تعمل زبد البحر، تيجي الموجه اللي بعدها ترجع تعمل زبد البحر. فزي ما زبد البحر متجدد فايضا الذنوب متجدده. الانسان ما بيذنبش وبعدين يسكت بقى لاخر عمره، لا، ما بين الحين والحين الإنسان بيذنب. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، كما قال صلى الله عليه وسلم. وكما قال أيضا في حديث آخر قال: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفين بعد الفينة، إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. فالإنسان يعني ذنوبه متجددة وزبد البحر متجدد. فلو قلنا كل يوم في الصباح سبحان الله وبحمده 100 مرة تغفر ذنوبنا كلها ولو كانت مثل زبد البحر. تستغرق الموضوع ده قد ايه؟ حوالي دقيقتين بالظبط إن شاء الله. طبعا هذه ليست دعوة، عشان برضو نفهم المسألة صح، هذه ليست دعوة للتجرؤ على معصية ربنا سبحانه وتعالى. يعني مش بقول لحضرتك وحضرتك خدوا راحتكم بقى واعملوا اللي انتوا عايزينه وكل يوم الصبح كده قولوا سبحان الله وبحمده 100 مرة خلاص كل الذنوب اتغفرت. لا، لأن الإنسان إذا استحل الذنب فدي مشكلة كبيرة. أنا بتكلم هنا فقط إن أنا بوجد لحضرتك مخرج من الذنوب اللي احنا ارتكبناها، وليس معنى ذلك إن احنا بنجرئ أحد على معصية الله. ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، قال: العالم لا يجرئ الناس على معصية الله ولا يقنط الناس من رحمة الله. العالم في الوسط، ما يجرأش حد على المعصية. طب لو حد بقى واقع في معصية ما يقنطوش من رحمة الله، ما ييأسوش من رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا كرم من الله سبحانه وتعالى ان ربنا يوجد لنا مخرج من اي ذنوب بنقع فيها، حتى لو كانت الشرك، حتى لو كانت الشرك. قال جل وعلا للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يعني لو انتهى الكافر عن كفره والمشرك عن شركه ودخلوا في رحاب التوحيد والإيمان وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص يغفر لهم ما قد سلف، بل فوق ده كله كمان قد تبدل سيئاتهم إلى حسنات. قال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. في الحديث الثاني بقى الذي رواه الإمام مسلم:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي، يعني في الصبح وبالليل، يعني مع أذكار الصباح ومع أذكار المساء، من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة، لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ذلك وزاد عليه. ما شاء الله. هنا في الحديث ده النبي عليه السلام زود لفظة العظيم، يعني هناك قال من قال سبحان الله وبحمده، هنا بقى قال من قال سبحان الله العظيم وبحمده، فزاد كلمة العظيم. يبقى احنا لو في اليوم قلنا في اليوم 100 مرة سبحان الله وبحمده، وقلنا 100 مرة سبحان الله العظيم وبحمده، هنا في الوقت ده لم يأتي أحد بمثل ما جئنا به إلا من جاء بمثل، إلا من زاد على ذلك. تمام كده؟ وفي نفس الوقت تغفر كل ذنوبنا ولو كانت مثل زبد البحر بفضل الله سبحانه وتعالى. طب كل الذنوب بتغفر يا شيخ محمود ما عدا المظالم، لأن المظالم تحتاج إن احنا نتحلل من تلك المظلمة ونرد الحقوق لأهلها. مسألة مهمة جدا، مسألة خطيرة، وهذا من كمال رحمة الله. لأن لو كان المظالم اللي بيننا وبين العباد يغفرها الله لضاعت حقوق العباد. ازاي؟ يعني واحد يسرق من واحد فلوس ويقول استغفر الله فربنا يغفر له، طب واللي قلبه اتحرق على فلوسه ده واللي اتخرب بيته ده؟ فمن كمال رحمة ربنا أنه جعل مغفرة المظالم في يد الإنسان المظلوم، هو الذي إما أن يعفو وإما أن يعطيه الظالم حقه ويرد إليه الحق بتاعه. ده من كمال رحمة ربنا، فجعل حتة المظالم دي ما بين العباد بقى، انتوا خلصوها مع بعض، إما إن الظالم يرد الحق للمظلوم، وإما إن المظلوم هو بنفسه يعفو عن الظالم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم أتدرون، كما عند مسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا سفك دم هذا أكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. جاءت هنا بقى الوصية اللي نختم بها كما عند البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار. وذكرت لحضراتكم قبل كده في دروس كثيرة جدا كيف نتحلل من كل المظالم بكل سهولة بفضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.